يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وسيدنا محمد نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روتين جديد في يوم جديد، كله طاقة إيجابية ونشاط وحيوية. تعالوا كده نبدأ كده بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اول حاجه بندور عليها في يومنا لازم نشرب ميه يا جماعه، يعني انتوا عارفين الجو حر جدا، فطبعا لابد ولازم من الميه بتنقي البشره، بتبقى حلوه جدا لكل اعضاء جسمك، يعني اللهم لك الحمد، فربنا يديمها علينا نعمه يا رب اللهم امين. فاول حاجه بدات بيها كده قلت اغسل الكلمن. آه، دوت طبعا احنا بنغسله وبحط تلج في الفريزر، وبعد كده بنغسل الكلمن كويس جدا، بنملى ميه ونحط معاه تلج. فطبعا ده اول حاجة بتبدأ بيها يومي، فبعمل كده طبعا. وبعد كده بقى ايه بنقوم نتنشط كده ونشوف هنعمل ايه النهارده. فعايزه منكم تشجيع، لو انتي اول مره تدخلي قناتي يا ريت اشتراك، يا ريت لايك حلو كده، كومنتي حلو من ايدك الجميله. يعني مش هيجرى حاجه لما ايدك كده تدوس كده لايك وتدوس اشتراك وتعمل كده ايه مشاركه كده حلوه من ايدك الجميله كده لعيلتك كلها واصدقائك بقى ومعارفك والحاجات دي. انا نفسي وامنيه حياتي قناتي كده تكبر، يعني عايزه العيله بتاعتي كده تكبر، هحس بسعاده وفرحه جميله. فربنا يحل ايامكم كده بالسعاده والفرح والهنا والرزق ان شاء الله. بعد ما غسلت الكلمن ومليته، وبعد كده ايه رحت بقى ايه قلت بقى نغسل المواعين. وبص بقى عايزين ندردش شويه كده في الايام الجميله اللي احنا عايشينها دي ونحمد ربنا. طبعا هيدخل لي ناس في الكومنتات يقولوا ايام جميله ازاي، لازم دايما نشعر بالسعاده. يعني انا شايفه ان في ناس عماله ما شاء الله عماله تخزن في ميه وتخزن في اكل وما اعرفش ايه والحوارات دي. يا جماعه كل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا اللي كاتب لنا ايه اللي هيمشي في الدنيا وايه اللي هيكون. واللي هيخزن اكل وميه يعني هيقضي قد ايه؟ اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين، سنه، سنتين. لو واحد مثلا جاب اكل هيخزن بكميه هيقضيه 5 سنين. طب المشكله في ال25 سنه اللي بعد كده او ال28 سنه اللي بعد كده. يعني مثلا انتوا عارفين القنبلة النووية لما بتتفجر في الجو بتقعد 33 سنة لسه فيها أثر. اليورانيوم بيبقى فيه أثر، وأي حد على وجه الأرض بيتأثر منه. فدي حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى، فتأكدوا كل حاجة بإيد ربنا. فاللي هيحصل هيحصل خلاص، انت مش بإيدك ولا بإيدي ولا بإيد أي حد. فلما أشوف الناس عمالة تجري هجوم، اللي عمالة تخزن لك الفريزر والتلاجة، واللي يخزنوا الأوض كلها مية، واللي يخزن معرفش ايه، يعني الحاجات اللي انتوا يعني بتخزنوها دي، انت هتخزنوا كمية قد ايه؟ انتوا هتعملوا قد ايه؟ فكل حاجة بإيد ربنا والله. تأكدوا كده ان ربنا سبحانه وتعالى لو أراد ان هو يمحي اي حاجة من على وجه الأرض هيمحيها. فكل حاجة احنا بنسيب كل حاجة كده ايه ربنا يمشي الأمور كده. فدايما خلي عندك كده أمل في ربنا سبحانه وتعالى، أمل حلو، أمل كبير جدا. ربنا حلو جدا يا جماعة، واللهم لك الحمد، يعني ان احنا عندنا دين جميل، دين تسامح، دين تصافي. يعني اللهم لك الحمد، نحمد ربنا سبحانه وتعالى عليه. وتأكدوا كده ان لو ربنا كاتب حاجة هنشوفها بإذن الله. فارمي حمولك دايما على ربنا سبحانه وتعالى، احنا مش عارفين الظروف هتبقى ماشية ازاي. ربنا كريم، ربنا لو رايد ان الصاروخ يطير في الجو، ربنا رايد ان هو يمحيه من على وجه الارض. قادر على كل شيء. ممكن الناس دلوقتي عمالة تجري وتقول خلاص احنا يعني لازم نعمل احتياطاتنا وعلاج وأدوية ومعرفش ايه والحوارات دي وخلاص وهنتحبس في البيت. ماشي، هل انت هتقدر تتحبس 33 سنة؟ هو العمر باقي فيه ايه؟ العمر باقي فيه ايه؟ فتأكدي كده ان ربنا سبحانه وتعالى كاتب لنا كل حاجة، كاتب لنا كل شيء هنشوفه. فارمي توكلك على ربنا، لو ربنا رايد ينهي العالم هينهيه في ثانية. ربنا رايد ان احنا نشوف حاجات غريبة في الدنيا فاكيد هنشوفها. فتأكدوا ان كل حاجة بإيد الله. فانا مثلا مش هخزن اكل، انا والله العظيم ما هعمل اي حاجة، هسيب كل حاجة على ربنا.
لا مخزنه اكل ولا مخزنه. انا بفرز اكل، بفرز اكل اللي هو على فكره مش ان انا خلاص ان الدنيا هتخلص والدنيا هتموت والتفريزات بتفضل طول السنه. بس هقولك على حاجات مفيده، وهقولك طبعا انا ليه بفرز التفريزات لحاجات ضروريه جدا، اللي هي رقم واحد ان انا بفرز الحاجات دي علشان في اوقات بتيجي عليا نفسي اكل مثلا بسله في غير اوانها، نفسي اكل باميه في غير اوانها، نفسي اكل سبانخ، نفسي اكل ورق عنب. فبيهف على بالي انا واولادي يعني مش انا يعني مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن الجميع بقى. ودي اول حاجه اساسيه في التفريزات. تاني حاجه في التفريزات انا بفرز ليه بقى يعني برضو الحاجات علشان خاطر مثلا بيبقى فيه مثلا اي حد بيسأل في اي وقت مش موجود فيه الحاجه، يا جماعه لو سمحتوا مش عارفين حد هنا بيبيع بسله سبانخ معرفش ايه. في واحده مثلا بتتوحم بيجيلها في وقت غير اوان الحاجه وبتتوحم عليها، فانتوا عارفين طبعا الوحام دوت حاجه صعبه جدا. فلازم الواحده لو جالها وحم ونفسها في الحاجه، شوفي انت بقى يعني ثوابك عند ربنا سبحانه وتعالى الاجر بيزيد اضعاف اضعاف، علشان خاطر انتي فكيتي وحمة واحدة كانت هتموت ونفسها تاكل حاجة وقلت لها عندي، دي تكفي بالدنيا. لما تديها حاجة من عندك كده من الفريزر، شوف انتي بقى ربنا بيزود ايه بقى الرزق بتاعك اضعاف اضعاف. ليه؟ انتي فكيتي وحم واحدة نفسها في حاجة. فتخيلوا. طب والله العظيم انا من يومين واحدة بتسألني بتقولي انتي عندك ملوخية خضرة؟ مش طبخة ملوخية خضرة نفسي فيها ونفسي رايحة عليها جدا وهموت لو ما اكلتهاش. اقسم بالله العلي العظيم قلت لها حاضر من عينيا انا بس مش عاملاها النهارده. اقسم بالله رحت جبت ملوخية مخصوص عشانها وعملتها وقرطفتها وعملتها وبعت لها طبق. بص بقى وانا داخله عليها كده بالطبق وبقول لها اتفضلي الملوخية اهي، على كمية الدعاوي اللي انا خدتها. ربنا يبارك لك يا بنتي، ربنا يزيدك من فضله، ربنا يرزقك من حيث لا تحتسبي. لقيت دعاوي اللهم لك الحمد. يعني كنت فرحانة جدا وهو طبق يعني حاجة يعني لا تذكر. وطبعا ما اقدرش اعمل حاجة يعني اروح لفلانة اديها حاجة وانا بعدي على حماتي كده ما اديهاش، لا ما اقدرش. وبرضه في نفس الوقت حماتي ما بتحرمنيش من اي حاجة. فاللهم لك الحمد يعني ربنا يحبب فيك خلقه كده. فتعملي الحاجات دي حاجات بسيطة. ادي تاني حاجة من هدف التفريزات. بص بقى اهو التفريزات. حطينا اللحمة كده على النار حبيب قلبي، اللحمة قصعها هحط اللحمة على النار. معايا ايه هنا كده تاني؟ برضو هنخرج كل حاجة من الفريزر اللي هو ايه. حطيت كده الطماطم مفرزاها وخرجت منها، ما عنديش بقى طماطم. فهو ده هدف التفريز التالت. مثلا لو انا في اخر الشهر وما عنديش اي خضار ولا عندي اي حاجة وطبعا عندي كل الخضار في الفريزر، فالهدف التالت اللي انا بفرز منه ان انا لما بيبقى يجي عليا اخر الشهر معيش فلوس، ما معيش اي توفير ولا اي حاجة والميزانية خرمت مني، فبتبقى كل حاجة متناولة تحت ايدي في الفريزر، بروح اخبط عليه واقول له لو سمحت اعطيني كذا وكذا. فزي ما انتوا شايفين اهو خبطت على الفريزر واخدت منه ايه يا حبايب قلبي، اخدت منه فاصوليا خضراء. بصوا كده زي ما انتوا شايفين وهي متجمده، يعني بتحطيها كده وهي متجمده. انا بس بديها شطفه بس من فوق كده من التلج، بس مش اكتر من كده، وهي زي ما هي بتلجها بكل حاجه بتروحي جايه حطاها في الايه، حطاها في الطماطم اللي انتي سبكتيها. بصوا زي ما انتوا شايفين التفريزات بتنفعني حلوه جدا جدا جدا، ونفسي اعمله مشروع والله. فايه رايكم في المشروع ده؟ باذن الله تعالى هنوي نيه كده لله ان انا لازم اعمل مشروع من البيت علشان خاطر اساعد زوجي واساعد اولادي، لان اولادي كبروا وطبعا محتاجين مصاريف جامده جدا جدا جدا. فلازم الواحد يساهم، ما فيهاش اي حاجه، ما فيش عيب. العيب ان انا اقعد في بيتي مش قادره اجيب لاولادي احتياجاتهم. ففي حاجات ضروريه جدا جدا، في حاجات لازم لابد منها تيجي في البيت في كميات رهيبه، في حاجات رهيبه. انت لما بتجيبي حاجه بتلاقي حاجه تانية بتخلص. فالبيت دايما عايز عامل زي الايه، البلاعة اللي بتفضل تاخد كده. فطبعا هو اسف على التشبيه ده. فالمهم يعني عامله زي اقولك ايه، بطن الحوت لما بتاخد كل حاجه كده وانتي عايزه كل ما ترمي في بطن الحوت عايز اكتر عايز اكتر. هو كده بالظبط البيت كده. البيت لما بتخلصي حاجه بترجعي تلاقي حاجه تانية خلصت. يعني بتجيبي الخضار عايزه لحمه،
تجيب اللحمه عايزه خضار، تجيبي خضار عايزه بقوليات، عايزه معرفش ايه. فبتحس كده ان البيت دايما مفتوح، عايز خير على طول باستمرار، واولادك عايزين طلبات باستمرار. فطبعا لو الدخل مش مقضي الاحتياجات بتاعتك، فلازم ولابد ان انت تعملي حاجه ضروريه في البيت، اي حاجه. وعارفين ان شاء الله باذن الله تعالى في حاجات في دماغي انا لو عملتها ونفذتها باذن الله تعالى لازم اصور لكم واعمل لكم كل حاجه ان شاء الله، وازاي تعملي دخل من البيت وكل حاجه باذن الله تعالى. بس عايزه منكم بس تشجيع كده ولايكات حلوه، علشان طبعا تشجعوني ان انا استمر للافضل واعمل الاحسن والافضل دايما كده على طول باذن الله تعالى. ربنا يجعل ايامكم كلها سعاده ورزق وهنا وراحه بال يا رب من عند ربنا سبحانه وتعالى. وحاولي على قد ما تقدري ان انت تسعي. يعني بصي لو قالوا لك ايه، لو قالوا حصل بصوا قنبله ذريه النهارده، انت بتمشي حياتك طبيعيه والله العظيم اللي ربنا رايدهولك. يعني مثلا اللي هيحصل لك بره مش هيحصل لك جوه. يعني مثلا لا قدر الله ربنا رايد لك مثلا باي حاجه، ربنا رايد مثلا كاتب لك الموتة بتاعتك، لو رايدها لك مثلا، لو مش رايدها بره، مثلا في واحده بتيجي تقول انا حلمت حلم لابني انا مش هخرجه بره النهارده مثلا يعني، ولو قاعد في نفس البيت معاكي، ولو ربنا رايد اي حاجه تحصل له في البيت ان هو يفقد وعيه وقتها، دي بتحصل من عند ربنا سبحانه وتعالى. فتأكدي انتي مش هتقدري تحمي نفسك، كل حاجة ربنا كاتبها. احنا ما بنحميش نفسنا، احنا بس بنحافظ على نفسنا زي ما ربنا قال. فبنحافظ على نفسنا على قد ما نقدر، نقدر نستوعب الظروف اللي احنا فيها، وان شاء الله ظروفه هتعدي بإذن الله تعالى، مش هيجرى اي حاجة، وهتبقى ايام جميلة وهتبقى ايام يعني اللهم لك الحمد. بس لازم ولابد الظروف دي بنعدي بيها، فتأكدي كل حاجة ربنا كاتبها. بصوا بقى يا حبايب قلبي كده زي ما انتوا شايفين، حطيت كده غدانا كده رز والفاصوليا الخضراء بقى واللحمة بتاعتنا والشوربة كمان، وبكده يكون غدانا كده النهاردة الجميل. يا رب كده الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. الفيديو خلص؟ لا لسه ما خلصش على فكرة، احنا لسه هنعمل كمان حاجة حلوة. انت عارفين اولادنا في الثانوية العامة؟ طب بص انا هقول لكم على حاجة كمان بالنسبة للثانوية العامة. يعني الاولاد حاجه فظيعه والله العظيم، البنات طالعين يقولوا، واحده تقول يا رب كده يعملوا قنبله نوويه قبل ما نمتحن الاحياء، يا رب قبل ترد واحده تانية قبل الفيزياء، لا قبل الكيمياء، لا قبل الانجليزي. وعمالين يتخانقوا. قلت لهم يا جماعه اهدوا، يا جماعه كل حاجه باراده ربنا، اهدوا، اللي ربنا رايده لنا هنشوفه، مش عشان خاطر الامتحانات وخلاص انتوا الدنيا خلصت بالنسبه لكم، لا احنا ان شاء الله ربنا هيعديها على خير، واللي ربنا كاتبه لكل انسان هيشوفه. كان في كمية يعني غباء رهيبة، يعني بصوا بقى صويت وإغماء وحاجات شفتها كده كانت غريبة، فنحمد ربنا يعني. بصوا بقى النهاردة كده هنعمل بقى ايه حاجة حلوة كده علشان الترابط الأسري زي ما قلت لكم، لازم بقى نحل أيامنا، يعني أي حاجة حلوة كده نحل أيامنا بيها. عندي كده ايه لفة جلاش كده كانت في الفريزر، بدأت أقطعها كده زي ما انتوا شايفين. أنا سبتها ايه تفك شوية صراحة يعني، لأن ما كنتش قادرة إن أنا أعملها وهي ايه متفرزة، فسبتها كده تفك شويه. بصوا ايدي مش عارفه فيها ايه، زي ما يكون كده ايدي فكه. فالمهم فلقيت عندي برضو في الفريزر، خبطت عليه لقيت حاجه حلوه، اللي هو عرفتوا بقى اهداف التفريز ايه هي. عندي بقى ايه شويه كده ايه كنافه، حوالي قيمه كده ايه طبق صغير كده، اللي هو طبعا انا عايزه اعمل بقى حاجه حلوه، وعندي لفه جلاش وعندي شويه كنافه كده في الفريزر، فاخدتهم كده من الفريزر سلف وايه، وحطيت عليهم كده ايه حوالي كوبايه كبيره من السمنه، وقلبتهم كده كويس جدا. وبعد كده حباب قلبي علشان خاطر كده نعمل خلطة سحرية، خلطة سحرية كده جميلة وحلوة جدا، وبصوا كان طعمها فوق الخيال. حطيت معاهم كده كوباية كمان من السكر البودر، وبدأت أقلبها كده، يعني ما شاء الله تحفة. لا انت عارفاها بقى جلاش، ولا انت عارفاها مثلا كنافة، ولا انت عارفاها كيكة، ولا انت عارفاها بسبوسة، ولا انت عارفاها ام علي. بصوا والله اولادي قالوا لي يا ماما طعمها زي طعم ام علي، تحفه تحفه حاجه كده، يعني بيقولوا لي انت حاطه عليها لبن، قلت لهم لا والله انا ما حطيتش لبن. قالوا طعمها مدي كده ايه على ام علي، فحاجه كده روعه وحاجه جميله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. خلصنا كده طبقه الكنافه الجميله القمر كده، وبدات كده اوزعها كده زي ما انتم شايفين، ما حطيتش اي حشو ولا اي حاجه، لا هو انا حطيتها كده مع بعضيها. بس اهم حاجه تغطيها كويس جدا على قد ما تقدري. لو ما قدرتيش تعمليها بايدك هاتي الصينيه وابداي ايه اضغطي عليها كويس جدا. آه بصوا بقى خلصت كده طبقه الكنافه الجميله القمر، كنت مخلصه بقى الايه الشربات في الوقت دوت،
وعلى طول وهي ايه سخنه كده خرجتها. بصوا شايفين البخار بيطلع منها كده. والله يا بنات فظيعه فظيعه ما شاء الله، اللهم لك الحمد، طلعت حلوه جدا جدا. وعملنا كده كوبايتين شاي قمر، وقعدنا كده معنا نفسينا كده، وايه وقطعنا الكنافه. اقول كنافه ولا اقول جلاش؟ طب اقول ام علي؟ طب اقول ايه؟ طعمها تحفه، جربوها كده وهتدعوا لي. حلوه جدا جدا جدا. فانا يعني بصوا حاجات كده كانت في الفريزر، فقلت ايه اخرجها نعمل بقى ايه منها حاجه حلوه. ما شاء الله كانت جميله جدا، وكانت فكره حلوه ورائعه. وعملت كده الايه، تعالوا بقى نقطعها كده واوريها لكم منظرها وطعمها حاجه روعه. فخلاص نرمي حمولنا كده على ربنا سبحانه وتعالى. بصوا شايفين القمر ده؟ يعني بصوا كده بتتاكل بقى ايه بشوكة بقى بمعلقة بأي حاجة موجودة عندك. بس صراحة فظيعة فظيعة يا جماعة. بصوا شايفين كده تحسوها كده ايه جميلة جدا.